عندنا مشكلة كبيرة في موضوع الكومبلمنتس ده. بيجيلك كومنت مثلا على صورة ليك على الفيسبوك، تلاقي نفسك وقفت مش عارف ترد، فبتضطر تلجأ للكلمات اللي هي دارجة دلوقتي حاليا على الفيسبوك، اللي هي مثلا حبيبي تسلم. عندنا بقى نفس المشكلة دي في الانجليش. الناس للأسف بتستخدم كده 3 expressions كده، 3 هما بس للرد على كل المجاملات: thanks, thank you, thank you so much. ده لما ربنا يفرج قوي يعني. طيب هو احنا ما عندناش غير ال3 دول؟ ما دول بالظبط زي حبيبي تسلم. لا عندنا. طيب عندنا ايه؟ مثلا لما يجي حد يقول لك القميص بتاعك ده جميل او كده، يبص كده على القميص بتاعك ويقول لك واو، what a nice shirt, what a nice shirt, what a nice shirt. هنا بقى انت بترد على المجاملة دي بايه؟ اكتر حاجة غلط ممكن تعملها هي انك تقول له thanks وتسكت، الا بقى لو انت عايز تطفشه يعني مش عايز تتكلم معاه. لو قلت له ثانكس وسكت، ده معناه انك مش بتقدر قوي يعني الكومبلمنت بتاعته، وبالتالي الافضل انك تقول ثانكس وتكمل الكونفرسيشن شويه. طب اكمل الكونفرسيشن شويه ازاي؟ قدامك مثلا طريقه زي thank you so much, I bought it 2 days ago. انا اشتريته من يومين. او ممكن تقول له that was my birthday gift, that was my birthday gift. يعني جالي هديه في عيد ميلادي. دي طريقتين، بس الاول تقول له thank you so much، وبعد كده تقوم قايل له it was a gift for my birthday، او تقول له I bought it 2 days ago. يبقى كده ما قلنالوش thank you وسكتنا، لا ورينا له ان احنا we are willing to continue the conversation، احنا عايزين نكمل ال conversation. طيب لو واحدة مثلا بتقولك على السكارف بتاعتك حلوة قوي مثلا، او لون السكارف بتاعك جميل جدا، فبتقولك your scarf's color is terrific, your scarf's color is terrific. اللون بتاع السكارف بتاعتك تحفة. الرد بقى بتاع حضرتك هيكون ايه؟ طب لو هي لابسة سكارف لازم تقول لها طبعا السكارف بتاعتها حلوة. هنقولها لها ازاي دي بقى؟ هنقول لها thank you so much, yours too. thank you so much, yours too. السكارف بتاعتك كمان حلوة. لو هي مش لابسة سكارف هتقول لها ايه؟ thank you so much, I'm glad to hear this from you, I'm glad to hear this from you. يعني فرحانة انك سمعتي منها المجاملة دي. في برضه طرق تانية للرد على المجاملات ممكن نقولها، زي مثلا it's so sweet of you, it's so nice of you, it's so sweet of you. يعني كلامك حلو والله، وانت راجل حلو كده، ومجاملتك كلها جميلة. it's so sweet of you. طب لو الموضوع رسمي شوية، لو الموضوع رسمي بنبدأ نبقى متحفظين شوية، يعني مش بناخد راحتنا في الكلام قوي. فلو مثلا المدير بتاعك قالك you're one of my best employees, you're one of my best employees، انت من افضل الموظفين بتوعي، الرد على مجاملة زي دي ازاي؟ ممكن مثلا تقول له thank you so much, I do appreciate it, I do appreciate your compliment. يبقى ممكن تقول له I do appreciate it، أو I do appreciate your compliment. أو ممكن تقول thank you so much, um, I'd be so honored, I'd be so honored, I would be so honored. دي حاجة تشرفني. ولو تقول له I appreciate your compliment، يعني أنا أقدر أو أنا بقدر مجاملتك. كل دي طرق ممكن ترد بيها على المجاملات بالإنجلش من غير ما تقول thanks و thank you و thank you so much وبس. If you like this video, don't forget to like it, share it, and subscribe our YouTube channel. If you like this video, you can see other videos on our YouTube channel. Subscribe, share, and like. أدهم زيدان. لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب على اليوتيوب channel بتاعتنا، او شير لو انت تتفرج علينا على الفيسبوك، ولايك بقى وكل حاجة.